انا مش ماسكه الموجة عشان اعمل لكم ماركتنج، انا ماسكه موجة عشان عايزه اشرب. بعدين مين دول معهمش بادجت، مش واخدين بيلبوردز وقرفنا احنا اه دول هم ده هي واحده من يعني ضمن ما هم كان معاهم حاجات كتير يعني عطفوا علينا كده شحتونا خدوا فقره خدوا شويه. هاي يا ماري. حاولت اقلدها. هاي ماري انتي بتشتغلي ايه؟ انا عندي ديجيتال ماركتنج ايجنسي. اوكي انتي بتشتغلي بقالك كام سنه؟ اصل العمر جري فجأة وبقيت 25 سنة من يومين، فعندي ايرور. انا شغالة لا من وانا في المدرسة كنت شغالة، بس اشتغل ان جنرال من عندي 16 سنة. ومنهم كام سنه كانت فريلانسنج؟ من تاني سنة في الجامعة. فانا بقالي متخرجة يعني انا في الجامعة 2016، فقولي بقالي 5 سنين مثلا بفريلانس. طب بما ان انت بقالك 5 سنين في الفريلانسنج، فانت عارفه العجائب والطرائف بتاعه المجال. ايه اكتر حاجه غريبه حصلت معاكي في مجال الفريلانسنج؟ كلاينت عمل لي بلوك. كان كلاينت من على بلاتفورم كده من بلاتفورمز، كنت بيرسونال اسيستنت، بس هو تقريبا انا كنت سليف مش عارفه. كان شاريني بفلوس انا مش فاهمه. فكان بجد كان ديماندنج بطريقه مش طبيعيه، كان ديماندنج زياده عن اللزوم. ففي وقت فتره ما كنتش برد زي اي بني ادم يعني. فركش معاكي؟ ففركش معايا وعمل لي بلوك، وبعت لي مسج اصلا قال لي طمنيه عليكي، ابتديت اقلق وبتاع وانتي كويسه وكده، اللي هو انا يعني انا مش شغال يعني ايه. خير. وعمل لي بلوك وعمل ابيل على باي بال وخد مني فلوس. ايه ده؟ في ايه؟ والله قعدت اعيط اصلا. ايوه بجد اتقهرت، كانوا $250. ماري انتي بتقبضي بالدولار؟ بقبض بالدولار. يعني ده معناه انه اي فريلانسر هيبقى بيقبض بالدولار؟ بس انا مش بقبض كله بالدولار، يعني انا في كلاينتس بيدوني بالدولار وفي كلاينتس بيدوني بالمصري، عشان انا دلوقتي كلاينتس بتوعي في مصر شويه. لو بقيت فريلانسر ممكن تبقى الاوبشن متاح يعني. طب ايه الاوبشنز التانية المتاحه في حياه الفريلانسرز؟ كايه يعني بتقبضي بالدولار، بتشتغلي على البحر، تروحي تشتغلي في ستاربكس. ايه الاوبشنز يعني ايه مميزات الفريلانسنج؟ الفريدم، حاسه الفريدم اوف تايم بالنسبه لي، يعني فريدم اوف تايم ولوكيشن بالنسبه لي اكتر حاجه. مع ان انا مثلا بقالي شهرين بنزل مكتب كل يوم اشتغل، بس انا جايه معايا ان انا عايزه اقعد في مكان ومكتب واشتغل وكده، بس عادي بسافر دهب بعرف اشتغل من هناك، لو مش عايز اشتغل خالص بعرف ما اشتغلش خالص. طب ايه بقى اكتر حاجه الناس بتقول ان هي ميزه في الفريلانسنج بس هي مش موجوده على ارض الواقع؟ ان انت مدير نفسك. انت مش مدير نفسك خالص. مين مديرك؟ الكلاينتس. عندي 99 مدير يعني. كل واحد بقى ايه بينادي عليا في حته. انا هحاول بس ما اخسرهمش اخر القعده. يعني هما ما هو اللي بيقبضني، ما هو يعني ما بقاش في حد بيقبضني، هو اللي بيقبضني، ما هو لما وزع ما قبضنيش ما انا مش هقبض، اعمل ايه يعني؟ فهو مديري. يعني اكذوبه انه ما فيش مدير للفريلانسر دي طلعت كدبه. هو فعلا ما لكيش مدير، ان انت من حقك تشوفي عايزه تشتغلي امتى، تشتغلي على ايه وكده، بس هي فكره انه ما فيش مدير 100%، لا يعني انت في حد برضو فوقيك فوق دماغك، فمنطقي يعني. بصي اصل الموضوع انه هو من كل حاجه في منها الاثنين، فاهمه؟ يعني انت مش مدير نفسك بس عندك مدير، انت مثلا بتعملي فلوس كتير بس ممكن فتره ما تعمليش فلوس خالص، ممكن تبقي بتشتغلي من اي حته وفي وقت محتاجه تبقي قاعده في البيت عشان محتاجه تبقي فوكسد اكتر، ومش هينفع تبقي مثلا البروجكتس دي بتتنططي في حتت كتير. فيعني انا بالنسبه لي لو سالوني البيت لو ولع هاخد معايا ايه؟ اللابتوب. حياتي والله العظيم هسيب الفلوس وهاخد اللابتوب، الا لو فلوس تمن لابتوب جديد يعني. بس انا لو حاجتي على الدرايف وتمام هعرف اوصل لها. والارض هعرف اخد الحاجه من عليه، اللابتوب عشان هو اللي هيعرف يجيب لي فلوس تاني، فاهمه؟ لكن اي حاجه في البيت تانية حاسه مالهاش ذكرياتي بقى كانت هنتولى عادي. مش مهم، عايزين نجيب نعمل ذكريات تانية ما مش عادي. دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة. من ال 99 كلاينت مين كان اغرب واحد فيهم؟ اللي هو اول ما بتفتكريه بتقولي هو ازاي عمل كده؟ هو انا في بدايه حياتي عامه في الفريلانسنج على البلاتفورمز كنت بشوف العجب، انا كنت يعني بقبل بالقليل عشان اعرف اكبر الاكزيستنس بتاعي على البلاتفورمز دي. فكان في واحد، انا بجد هحاول ما اقولش اسمه، اصل انا مديت كورس بعد كده، ففي بنت كانت بتسال على جيج بعدها بسنه، لسه بيدور على حد يعمل نفس الشغلانه بعدها بسنه بجد. وبعت اسمه بس بقى على البلاتفورم تاني. يا بنتي هربي يعني، اطلعي اجري. ليه؟ عمل ايه؟ هو برضو فكره الاستحقاق في ان هم بيدفعوا قليل قوي وتبقى انت بتشتغل له كتير عشان انت بتحاول تبني بورتفوليو بتاعك وكده، في الاول لازم هتعدي بيها كده يعني. فهو كان انا بس بشتغل بير اور،
فالميتنج بقى ما كانش بيحسبه مثلا، ممكن نقعد ساعه ونص بقى بنهري في ولا حاجه، احلامه وطموحاته في الحياه مثلا. وبتسكتيهم ازاي بعد الميتنج الطويل؟ ما انا بحاول بقى في الاخر اقول له بص عشان نكونكلود، لا بس استني عايزه اقول لك حاجه كمان يا عم، خلصنا بقى في ايه. وهو كان بيحاول يعمل ويب سايت كده يبقى بيسال كوتشنج بقى حاجات عليه وكده، كتبت له كونتنت الويب سايت ومش عارفه ايه وعملناه وخلصناه، بصيت عليه دلوقتي لقيته برضه غيره. فانا انت هتشتغل امتى يعني؟ انت امتى هتبتدي تعمل فلوس هو يعني؟ بيعمل 55 امند بس. انت اصلا لو الانفستمنت اللي انت عملته في السنه دي لو كنت عملته في 3 شهور عدل كنت زمان خلصت، فاهمه قصدي؟ فاهمك. فده كان حد غريب، بس مفيش حاجه ويرد، هو اللي عمل لي بلوج ده كان ويرد. ده كده وكان عايزني اشتغل على مش ووردبريس، هو ووردبريس تقريبا، ووردبريس بقى بتخش من جوه تعملي الويب سايت وكده. فكان دي تاسك اعمل ويب سايت وانا واتخانق معايا عشان انا مش عارفه اعمل حاجه كونتنت كريتور. حركه مش شغلتي. فده بجد قعد بقى اتعصب بقى، بصي المفروض تعملي كذا كذا كذا، اللي هو انا بتعلم دلوقتي يعني بالراحه بقى من الاول يا سلوى عشان انا مش فاهمه، او قول لي شوف توتوريال مثلا، بس دي مش الشغلانه، فانت بتعصب عليا ليه يعني؟ انت فاهم بتعصب عليا ليه؟ كان زماننا خلصنا من 3 ايام، ما هو انا اصلا دي مش شغلتي، ما كان زمان خلصناها انت فعلا. ازاي ما بتشتغليش كذا حاجه جنب الكونتنت كريشن؟ فكره الفيرتشوال اسيستنت او الفي اي اللي انا عملتها في الاول دي كان فيها الايرور ده بتاع انه اعملي اي حاجه بقى ينفع تتعمل وخلاص. فدي كانت حاجه من الحاجات برضو اللي كانت مستفزه قوي في الموضوع ده في الاول يعني. احكي لنا عن التعديلات. الكلاينت عاده بيطلب منك كام تعديل؟ والله في كلاينتس محترمه وفي كلاينتس مش هينفع اقول كده. اوكي انا عيد من الاول. بصي الكلاينت بيطلب مني كام تعديل، هو الموضوع بيبقى باين من اوله، بيبقى يعني ممكن ايه الكي ووردز اللي الكلاينت بيقولها فبتعرفي ان ده هيطلب مليون تعديل فبتطلعي تجري؟ بصي هو كلاينت مش عارف من الاول هو عايز ايه، بتبقي عارفه ان هو كده كده هيطلب مليون تعديل، او جايبك وهو مش واثق قوي فيكي او مش واثق قوي في اللي هيحصل فبيطلب مليون تعديل عشان هو مش حاسس ان هو خده ده احسن حاجه. وفي كلاينت بيبقى دافع قليل فحاسس ان انت ما عملتلوش حاجه خالص، فيبقى عايز يطلع عينك بقى عشان يحس ان هو دفع، فده الكلاينت اللي معهوش فلوس قوي. وفي كلاينت بقى اللي دفع لك كتير قوي فاللي هو بس انا أطلب بقى مستني الكونتنت يطير. بقى انا اطلب 70 بقى حاجه 70 ادت الصبح بالليل كده. لكن في كلاينتس بقى والله يعني ممكن احط عليهم مزيكا رومانسيه كده بجد، مثلا نقول معلش الامانه ده كان الساعه 6 فممكن نعمل بكره، طبعا مفيش مشاكل، واللي هو ياه انت طب كويس مفيش مشاكل اهو. انت الكلاينت جن الطيب، فاهمه؟ المشكله لما بتيجي تطلبي فلوس ان انت عايزه انه خلاص يعني يعني ممكن ندفع بقى على اللي بيحصل ده، ان دي شغلانه جديده يعني احنا اصلا غيرنا اللي احنا عملناه فيتضايقوا قوي. طب ووقت ارمض ده انت عايزه منه في حق فلوس؟ مين يعني؟ انت ايه ده؟ انت عايزه من فلوس كلاينت يعني فلوس؟ الوقت ده في حق مين والله يعني؟ انا مش فاهمه. لا دي بتبقى سخيفه. وحتى لما عملت الايجنسي برضو ان انا احاول اقول بطريقه appropriate انه يعني احنا عملنا ميجر امانز كتير قوي فمحتاجين ندفع بقى على الامانز اللي جايه او كده، فالموضوع بيقلب بقمص وبتحسي ان انت هتخسري كلاينت فمش عارفه اعمل ايه. فبتكتبي الايميل بيبقى اللي هو لهجته حنينه اللي هو بس اي حاجه انت عايزه انا هعملها والله بجد، بس يعني من الاخر و anything you want بس هو بس هات الفلوس اسبير بس الكونتراكت احنا كنا قايلين يعني بس انت قريت كل حاجه وسبت دي ليه يعني؟ كل حاجه خدتها الا دي ليه؟ ماري انت بتشتغلي في ديجيتال ماركتنج صح؟ طيب احنا عارفين كلنا انه المجالات الجديده اللي احنا بنشتغل فيها مش فاميليار قوي بالنسبه لاهالينا. ف تخيلي ان انا خالتك اللي جت من الكويت وعايزه تتعرف انت بتشتغلي ايه، هتقولي لي ايه؟ بتشتغلي ايه ماري؟ عارفه يا خالته الاعلانات اللي بتطلع لك على السوشيال ميديا وانت قاعده بالليل كده؟ او انا اللي بعملها. انت بتبيعي كلام يعني؟ بصي انا ببيع كلام وبضحك على الناس عن كل حاجه. لسه امبارح بقول والله الشغلانه دي حرام اصلا. طب ممكن لو اديناكي حاجه تبيعها لنا؟ يعني ده بقى كلمي صلاح بقى مش انا مش سلزجيه. انا مش ببيع، لا بجد انا مش ببيع. المسكونسبشن بتاع ان الديجيتال ماركتير او الماركتير بيبيع، لا احنا مش بنبيع. انت بتعملي ايه؟ انا بهيئ للبيعه بس انا مش البيعه، انا مش قفله البيعه. طيب هيئ لنا لبيعة الطفاية دي. معلش هي الطفاية قديمة شوية، خالته جت من الكويت قررت ان هي تبيع الانتيكس اللي في البيت، فلما انتي قلت لها ان انتي بتبيعي وكده قالت لك بيعي لي ده. ايه الكامبين اللي ممكن تعمل لها ريسيلينج لحاجة من عقد فات؟ انا هنبيع لمين؟ هتبيعي لاي حد معاه فلوس يشتري الطفاية. بالطفايه بكام؟ انت قولي لنا كل حاجة، ولا اخترع لها انا قصه؟ اخترعي لي قصة. اصلا حاسه ممكن اجيبها في البيت عشان انا عايشه لوحدي فممكن اشيلها كده ما بقتش طفايه. كده بقت طفايه. انا ما بشربش سجاير بس عشان الناس بتيجي
والله لقيت لها استخدام رائع. عشان ما تقوليش ايه ده. يعني انت هتبيعي دي مش ان هي طفايه اصلا؟ هبيعها بقى ان هي 2 in 1. يعني ممكن تستخدميها عادي، تحطيها كده عايز تحطي فيها حاجات او كده، وممكن بقى لو عايزاها طفايه. طيب يا موري، انا خالتك تاني. ما عنديش خاله في الموضوع. عشان كده مفيش اخترت خالتك. مش اوفنسيف، اتفضلي. مش قلتي عايز تهزري؟ دي بهزر. بحاول ما اضحكش ما كتير تضحكش. هنا بقى. متأكدة انك فشلتي عامة. متأكدة. انتي هتبيعي لي الحاجات دي؟ طب ما ابن خالتك قاعد بياخد الطفايات دي وبيبيعها بمنتهى البساطه. انتي ليه لازم تبقي دارسه ديجيتال ماركتنج ويبقى اسمك فريلانسر عشان تبيعي لي الحاجات دي؟ روحي ابن خالتك بيعمل ايه؟ روحي والله. انا وصلت مرحله في حياتي ما بقنعش، او بجد وصلت مرحله في حياتي انا ما بقنعش حد بالفاليو بتاعتي. مش مقتنع خلاص، شكرا. فرصه سعيده، حظا سعيدا مره قادمه. فعلا فعلا بجد بجد، ومش هزار او حاجه. بس انا فعلا وصلت لمرحله انه لو الكلاينت مش قادر يفهم الكلاينت مش قادر يفهم الفاليو اللي هياخدها مني او الحاجه اللي انا هعملها له، واللي هو ما ده بيعملها لي بقد كده، خلاص روح له بجد، روح له. ولما تتضايق منه يعني نبقى ساعتها نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. بس قبلها لا، خلاص. فكره انه غيرك بيعملها بقل او غيرك بيبيعها احسن او ده اوريدي انا ببيع. اصل بصي، اي حد عنده بيزنس بيبيع كده كده يعني، الا لو البيزنس بتاعه واقع. بس هو بيبقى بالنسبه له انت هتيجي تزودي لي ايه، دي ساعتها ممكن اشرحها له. لكن انا ببيع وجاي حد يتنطط عليا اللي هو ايوه بقى انت هتعملي ايه يعني وبتاع، مش اللي هو انا عايز ازود مثلا وكده. لانه ناس كونسبشن برضه على ناس كتير لما بتيجي تشتغل ديجيتال ماركتنج مع اي كلاينت، انه هو مش بيبيع خالص وانا اللي هشقلب له الدنيا. لا، مش شرط. فبيجي بقى الفزلكه زياده عن اللزوم دي بتفصل كلاينت منك ويبقى عايز يسيبك ويمشي. فالفكره بس انه خلاص وصلت لمرحله انه لو كلاينت او اي حد بقى يقول لي ده بيعملها احسن او حظا سعيد المره القادمه. ممكن مره تتخلي عن الفريلانسنج وتروحي تشتغلي فول تايم؟ بصي، الاجابه اللي هقولها دلوقتي 100% لا. بس العالم قدام هيحصل ايه، مش متخيله شكل حياتي خلاص ان انا فيري سيستماتيك كده. وبعدين احساس ان انا يعني دي مخروبتي بقى، انا ببوظ فيها، اعك ما اعكش، ما فيش حد هيجي يقول لي انت تعملي ايه، فاهمه؟ بس هيجي بقى حد يقول لك عشان انت بنت وما عندكيش مسؤوليات وما بتدفعيش حاجه ومش عارفه ايه وكده. هو بجد ما حدش عارف حاجه عني. يعني انا ممكن يبقى عندي فلوس قصاد تدفعها اكتر منك بمراحل. انت مش متخيلها. انت مش متخيلها، ومش لازم بقعد اقول بقى كده وبتاع. فاللي هو انا عشان انت عندك رفاهيه ان انت تقرري وتختاري ومش عارفه ايه، لا. تكنيكلي انا ما عنديش رفاهيه قوي ان انا اختار عامه يعني في الفتره دي من حياتي، سبيشلي بعد ما والدي توفى. لو حد مثلا هيشغلني فول تايم ممكن يكون متخيل ان هو هيديني 60,000 جنيه في الشهر مثلا، وانت بتعملي دلوقتي 25. بس انا لو بعمل دلوقتي هي 25، الايكويشن مش كده اصلا. ما هو بالنسبه له طب انت تعملي كام يعني في الشهر؟ انا هديهم لك مثلا ضعف، بس انت هتديهم لي ضعف على قد ايه، وانا ممكن اكبرهم قد ايه برضه later on. فاهمه قصدي؟ فاهمك. وهتبقى واخد مني وقت قد ايه. والموضوع اصلا مش بس فلوس. يعني ان انا مامتي مثلا لوحدها، فانا فلكسبل ان انا اعرف اروح واجي بين اسكندريه والقاهره. انا بحب اسافر، بحب يعني انا اصلا فكره ان انا ADHD، ففكره انه لو انا مش قادره اشتغل النهارده ومش عارفه ابقى فوكسد، الموضوع بيبقى بالنسبه لي عادي اسهل من ان انا لو عندي شغل ابقى فول تايم فانا مضطره اعمل كده، فاوريدي بتضغط قوي. فكره ان انا فلكسبل اصلا في السكادجول بتاعي، فلكسبل في التاسكس اللي ورايا وكده، في موضوع لذيذ قوي بالنسبه لهاو ماي برين وركس اصلا. صح. بس أوكي. ممكن يعلم قدام يبقى يحصل حاجه ومعرفش. بمناسبة المخروبة، حلاوة ان احنا نشتغل فريلانسرز انه احنا بنعق براحتنا وبنعرف نداري على عكنا. بتداري على عكك ازاي؟ غلطة عملتيها فبتلحقي نفسك مع الكلاينت. بصي بتقولي ايه ببقى honest. اوكي. والحاجه اللي بتخليني ابيع البيع مع كلاينت من الاول ان انا ببقى صريحه. بس انا عارفه الكلاينت اللي قدامي هيقدر ده ولا لا، فاهمه حاجه؟ اوكي. بس 95% of the time ببقى honest يعني، وبحاول اكمبنسيت. يعني ادي حاجه اكسترا فوق البيع كده عشان اداري على الغلطه اللي انا عملتها دي، او بقى honest لو انا حصل كذا كذا او حاجه فمعرفت يعني. ببقى honest جدا يعني، واحسسه انه انا غلطه يعني I feel ان انا قصرت معاك، فانا عشان كده ممكن اعمل لك كذا بدايله او حاجه. لكن مش طب ايه دايما الكلمه اللي بتستخدميها عشان تطلعك من اي موقف؟ سوري ما شفتهاش. سوري ما شفتكش قبل كده. لا سوري ما شفتش المسج، ما خدتش بالي بجد والله. سوري ما خدتش بالي. بس هو كوميونيكيشن في 9 حتت، فانت بعت لي في 7 اماكن مختلفه نفس الحاجه، فانا ما بقاش اصلا شفت بقى انت بعتها هنا ولا بعتها هناك ولا بعت فين. ففعلا بجد بطلعي سوري ما شفتهاش مثلا، ما شفتش المسج، ما قريتهاش كده يعني. دي حاجه من الحاجات اللي انا بطلع بيها من الموقف يعني، بامانه والله ما شفتهاش. اوكي. بريئه قوي. ما شفتهاش.
احكي لنا على كلاينت صعب عليكي زي اوبر اللي صعب عليكي وانت جايه ده. في كلاينت انا شغاله معاه دلوقتي، هو هارد وركر قوي، فهو مش تعبش يعني، بس ده ما كان مش صعبان عليا، بس هو كان من كتر ما مثلا اجي اكلمه عشان نقفل الديل فيحصل له مصيبه وهو مش بيحور. هو يا حبيبي مش بيحور بجد، هو شخص متدين جدا وجميل يعني، فهو فعلا مش بيحور. فبجد بقيت اللي هو يقول لي فويس نوت، اقول له ربنا معاك والله العظيم بجد انا اسفه ومش عارفه ايه. فهو بيبعت لي بقى مثلا بعدها اتاخر في البيمنت، انا حصل لي بصي انت عارفه بقى ان انا كل شويه بيحصل لي مصايب، فاللي هو انا عارفه تمام يعني. ده معايا موقف كتير قوي كلاينت ده. متعاطفه قوي مع الكلاينتس. انا بحس انه ان هي بتبقى بارتنرشيب في الاول وفي الاخر، فانا فعلا بحط نفسي مكانه، فمش باجي انظر عليه، مش باجي ابقى عايزه احط ايدي في جيبه واخد منه فلوس وخلاص، فانا بعيش قصته في البيزنس بتاعه عشان اخليه مبسوط في الاخر، فاهمه؟ ففعلا بتعاطف معاهم وبحبهم يعني. انا فعلا بحب الكلاينتس اللي شغاله معايا، سبيشالي لو انت فريلانسر بتتعاملي مع كالتشرز كتير مختلفه، فبريكنج الايس اول الميتنج وكده، وايه الاخبار وعاملين ايه وبتاع. في كلاينت مثلا كنت برضو من بلاتفورم كويتي وكده، يا احنا اتخطب واتجوز واحنا وطلع شهر العسل وسافر واحنا شغالين مع بعض، ده انه 7 شهور وقصه حق يعني عادي بقى. في اول الميتنج بقى دايما بنطمن على بعض، وايه اخبارك سافرتي وانت جيت ورحت وكده، ولما كنت في دهب بقى وريته دهب فتشجع جدا طلع برشلونه، حسيته ماشي انت معاك دينار كويتي ربنا معاك بقى انا اروح دهب. ما تجيب الفلوس اللي عليك يعني لا حرام بيدفع في ميعاده برضه. طب ده طيب لا جدا. طيب جدا، بيدفع في ميعاده. طب بمناسبه الجواز بقى وكده، دلوقتي انت هنفترض ان تقدم لك واحد بيشتغل فريلانسر، هتقولي لباباكي بيشتغل ايه؟ تقولي لاهلك ايه؟ عادي، ما امي عارفه فريلانسر، هقول لها عادي فريلانسر. اوكي عادي. طب تنصحي بايه البنات اللي بيبقى اهاليهم مش فاهمين قوي الفريلانسر، فهو ده عواطلي حضرتك تعواطلي يعني. بصي اصل معظم الاهالي هيبقى بالنسبه له يعني وانت بتعمل كام، لو هي اسره من الاول فرق لها التايتلز، يعني فرق لها بقى احنا عائلتنا دكاتره وما بتتجوزش غير دكاتره، واحنا عائلتنا مهندسين وما بنتجوزش غير مهندسين وكده، فده يعني ربنا معاهم يعني، ده ايرور ماليش دعوه بيه وكل واحد حر. لكن لو اب تاني بس مش فاهم قوي ايه الفريلانسنج او كده، عادي يعني. ازاي؟ يعني انا بابايا لو كان عايش كان هيساله انت بتقبض كام، يعني عادي جدا يعني، هيقول له انت بتعمل كام في الشهر وكده وهيعرف يفتح بيت ولا لا يعني. وفي كابل ناجح جدا 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 فريلانسرز، رنا خالد وعلي فوتوشوب هاسلر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليهم الاثنين فريلانسرز، هي كونتنت كريتور وهو فريلانسر، وبيتهم يعني ما شاء الله تاني مفتوح وشغال عادي وكده، وهو كان مهندس وكارير شيفتد وكان معاد في الجامعه واقنع باباها برضو وكده، فدي بحسها قصه يعني ككابل عايش بالطريقه دي حلوه قوي يعني. اتقالك كم مره ان انت تقولي للناس انا بشتغل فريلانسر يقولك عواطليه يعني؟ لا ما تقليش والله، لا بس بيتقال يعني ان انت اللي هو بقى انت واللابتوب واحد تشغلون على اللابتوب يعني شغاله لازم تشتغل من ستاربكس الصبح بتقبض من $1 استتفاء بقى بالموضوع سهل يعني. ده اللي خدته كتير في الاول يعني. وهو سهل؟ لا خالص. ثانك يو والله يعني